السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الساحرة المستديرة محمد فريسكا يحييكم من نص الملعب. النهارده منتخب المغرب بيخسر من فرنسا 2-0. حد يجي يقول لي النهارده المنتخب المغربي خسر ليه؟ هقول لك لأسباب كتيرة وقوية جدا. وأهم الأسباب دي إن منتخب المغرب منهك بدنيا على مدار 6 متوشة في كأس العالم. كل المتوشة اللي لعبها متوشة نارية. أنت متخيل إن منتخب المغرب يلعب 6 لقاءات فيهم 4 منهم الاربع فرق مرشحين ان هم ياخدوا البطوله؟ فما تروحش بخيالك بعيد ان منتخب المغرب كان ممكن يعدي للماتش النهائي بعد كل الضغط اللي اتعرض له في البطوله دي. هاجي اقول لك النهارده منتخب فرنسا مرتاح، فرصه في التاهل اكبر لان بدني واقف على رجله وما قابلش نفس الفرق اللي قابلت منتخب المغرب. هقول لك منتخب فرنسا لاعب مين من اول البطوله لحد دلوقتي. منتخب فرنسا لاعب الدنمارك ولاعب استراليا ولاعب تونس ولاعب بولندا ولاعب انجلترا، كلها فرق عاديه جدا. اقوى فريق فيهم طبعا انجلترا. نروح للناحيه الثانيه، منتخب المغرب بيلاعب كرواتيا وصيف كاس العالم، وبيلاعب كندا، وبيلاعب بلجيكا. بلجيكا مرشحه ان هي برضه تاخد كاس عالم. وفي دور ال 16 لاعب منتخب اسبانيا يا جماعه، وفي دور الثمانيه لاعب البرتغال. فانت لما تتكلم على الاسماء دي كلها وتعملها مقارنه بمنتخب فرنسا، لا هتلاقي ان المنتخب الفرنسي مرتاح بدنيا بشكل كبير جدا، مع ان منتخب المغرب لعب ماتش اسبانيا 120 دقيقه. فده في حد ذاته فرص منتخب فرنسا كانت اقوى. ومع ذلك منتخب المغرب كانوا لعيبه رجاله على مدار 90 دقيقه قدروا يحجموا المنتخب الفرنسي ويوقفوه في ال 18 بشكل ملفت للانظار، لدرجه ان كل العالم كان قاعد بيتفرج النهارده على منتخب فرنسا وهو بيدافع بشكل مش طبيعي. حتى لو اتفرجنا على ردود افعال منتخب فرنسا بعد ما حط الجول الثاني والرئيس الفرنسي ماكرون باحتفاله بالهدف الثاني، يبين لك قد ايه ان كان منتخب المغرب شرس جدا جدا جدا. شابول منتخب المغرب، لعيبه محترمه. جمهور المغرب على مدار 90 دقيقه او على مدار البطوله كلها ما وقفش تشجيع. يحسب للمنتخب ده ويحسب للمدير الفني المغربي الوطني العربي وليد الركراجي ان هو قدر يعمل بطوله عالميه. وان شاء الله عندنا ماتش ثالث ورابع نقدر نكسب وصيف كاس العالم 2018. يبقى باذن الله باذن الله كسرنا حواجز كتير قوي في البطوله دي، واهمها حاجز التمثيل المشرف. وتاني حاجه ان احنا ما يبقاش دورنا ان احنا نروح كاس العالم بس، لا احنا عايزين نروح كاس العالم ونحقق نتائج متقدمه. ودي كانت حكايه المغرب في كاس العالم. النهارده بنشوف حمد الله بيروح انفراد بالجون وبيضيع بكل سهوله، ولكن هي دي كره القدم، قدر الله ما شاء فعل. نبص للي جاي. مبروك وهارد لك لمنتخب المغرب العظيم. ان شاء الله باذن الله المحافل الدوليه القادمه يكون لنا دور بشكل اكبر من كده. تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.